لهذا الصباح نتحدث عن ابتكار نظام ذكاء اصطناعي يحول الأفكار إلى كلام مسموع ومفهوم. يا ساتر يا الله، خصوصا إذا كنت مع ناس ممكن في عندك شوية أفكار مش ما أنا لطيفة متوقعش إنهم حياخذوها على مش أنا كنت لطيفة. فاكر إنك بتقولي عندك أفكار كويسة وبيسرقوها منك مثلا. لا، أنا حاسس إنهم بيستخدموها إذا كنت في جلسة بيستخدموها فعلياً الناس. الإنسان اللي أمامك أنت خلص بتفكر في أفكار مش لطيفة عن هذا الإنسان، ممكن هذا الجهاز يكون خلص مش لطيف. حتى الآن بيصير يمكن شهرته أكبر من الجهاز اللي هو كشف الكذب، لأنه خلاص بيعرف كل حاجة بتفكر نعم، فيها. كل شيء بتفكر فيها يترجم إلى كلام. وابتكر باحث في جامعة كاليفورنيا نظاما حاسوبيا يتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة بمقدوره تسجيل الإشارات الصادرة من الدماغ عند التحدث وتحويلها إلى كلام مفهوم. ولقد تم استخدام أقطاب كهربائية موضوعة على قشر الدماغ، وذلك بغية ترجمة الموجات الدماغية إلى كلمات يتحدث بها الحاسوب الكمبيوتر. نعم. ويعد هذا تطورا لافتا ومميزا في هذا الإطار. ربما طبعا يعول عليه في المستقبل القريب لمساعدة الأشخاص اللي بيعانوا من يعني اللي فقدوا القدرة على التحدث. كويس إذا بتكون هذه فائدة جميلة للناس اللي ما بيعرفوش يتكلموا. وميزة هذا النظام الأساسية أنه بيعتمد فقط على إشارات التحكم من المناطق المحركة في الدماغ التي لا تزال ترسل الإشارات حتى ولو كان الدماغ يخص شخصا مشلولا. لذلك يمكن أن يكون هذا الجهاز يساعد الأشخاص الذين كانوا قادرين على الكلام في السابق لكنهم فقدوا تلك القدرة بسبب عمل جراحي أو اضطرابات حركية تسببت في عجزهم عن الكلام، إذ يفقد الأشخاص عادة في مثل هذه الحوادث السيطرة على عضلاتهم. نعم. يعني الحمد لله التكنولوجيا أيضا الآن صارت مساندة للطب ومساعدة كثيرا للطب وللأشخاص اللي عندهم ممكن احتياجات خاصة. الآن التكنولوجيا هي داعمة لهم بشكل كبير في حياتهم. المهم اكتشفنا انه طلع تفكيرنا شويه هذا سلبي شراني شرير شوي. فكرين كيف ممكن نستخدمه بطريقه شريره. أنا كنت خايفه لما بس الحمد لله اذا بيستخدموه في كذا في مساعدات طبيه فالجهاز اتوقع جميل جدا، او النظام اتوقع انه جميل جدا، ناس كثير ان شاء الله يستفيدوا. نعم، يساعد الناس اللي فعليا صحيح. عندهم احتياجات خاصه وما عندهم قدره على الكلام. نعم. الحمد لله انه طلع هذا استخدام الجهاز. شايفه الفكره انه على فكره الناس اللي بيتولدوا وهم مش قادرين يتكلموا يقدروا يفهموا اللغه حقهم الاشارات حق الناس ممكن بيفهموا طريقه الحكي كمان يعني بس انه لما تكون انت فجاه انت متعود ان انت تتكلم وفجاه فقدت هذه الميزه وفقدت هذه القدره في كل موضوع شوي صعب عليك، ولكن الجهاز اتوقع يسهل عليك هذه. نعم، راح يساعد كثيرين اكيد. حمير ودائما يعني في اخبارنا التكنولوجيه نوافيكم باخر الابتكارات والاختراعات في المجال التكنولوجي.